ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي. هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دقيقه زياده فوق الوقت اللي بدل الضايع علشان الاهلي يجيب الجول. مش ان الحكم قاصد، مش ان الحكم عايز، انما الكون عايز، البشريه عايزه. اسوأ فريق كان بيلعب النهارده النادي الاهلي، كان بيلعب لعب سيء جدا. انت عايز تقول لي انه الاهلي يستحق ان يفوز اليوم؟ بس انا جوايا والله انا كنت بتفرج على الماتش جوه، واقف خلاص الماتش خلص، الدنيا انتهت، وهقول الف مبروك والعداله تحققت في الاستاد، وفجاه كالعاده شربناها ساده. معقوله يا جماعه الكلام ده؟ قول لي في نادي في العالم بيجرى له كده؟ نعرف ريال مدريد، نعرف برشلونه، نعرف ليفربول. قول لي في برنامج في العالم، في نادي في العالم بيجرى له الكلام ده؟ معقوله يا عالم في حاجه كده؟ فين العدل؟ فين المساواه؟ فين الكوره؟ فين الرياضه؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى؟ ما تحسبوا الوقت وتشوفوا الوقت اللي كان بيتلعب فوق الدقيقه 95. خلاص هو حد يقدر يفتح بقه؟ مصر كلها قالت جون فبقى جون. ايه يا جماعه ده؟ حاجه تنقط، حاجه تشل، حاجه تتعب، حاجه تزهق، حاجه تخليك ما تتفرجش على كرة تاني. كلنا والله العظيم قاعدين نبعت لبعض مسجات، اقول له يا عمي، واحد صاحبي يعني، تقول لا خلاص، قال لي لا لا لا. وبعدين بعتنا لبعض كلام بعد ما دي، يعني هي كلمه من 3 حروف كلنا بعتناها لبعض، كلنا بعتناها لبعض، ما اقدرش اقولها على الهوا. هي كلمه من 3 حروف، مصر كلها قالتها، اهلاوي وزملكاوي، 3 حروف عاليه. وفي ناس عملت حاجات تانية، انما هو في كده؟ بحق الآلهة هو في كده؟ بحق هبل هو في كده؟ في نادي بيعمل الكلام ده؟ ولا بيلعب ولا اي حاجه، وطلع كل اللعيبه ونزل كل اللعيبه، واللي ما كانش بيلعب بقاله سنين نزله، وعمل كل حاجه. كان بيلعب لعب محترم، تعبوا وبيقاسوا، انما هي مطلوبه خلاص. عارف بعد الماتش ده انت تعمل ايه؟ انت بعد كده ما تفكرش، يعني انت عايز ايه؟ ما هو نادي عنده الحظ ده، عنده مش اراده ولا مهاره ولا عظمه. والله العظيم اسال الاهلاويه النهارده اللي كانوا في الاستاد، يقولوا لك كل الكور ما بتترفعش، ما بتروحش، كله في الهوا، كله مقطوع. قول لي اللي حصل ده حصل ليه النهارده غير انه الاهلي لازم ياخد الدوري؟ انا خلاص بجد، ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي. هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. ما تقوليش انه اصل الاهلي لما غير طريقته ولعب 4-3-2-1، لما الشناوي لما قفشه اصله، ولا اي حاجه من دي خالص. مفيش اي تفسير منطقي للي حصل النهارده خالص خالص، غير ان هو كده. هو ده الاهلي، وهي دي حياتكم، وهي دي بلدكم، وخلاص بقى مش عايزين دوشه. متشكرين يا عم، خلاص فهمنا الرساله الواضحه ان الاهلي لازم ياخد الدوري. وانا لما قلت الكلام ده من كام يوم قالوا لي بقى المبالغه واوفر قوي، قلت لهم لا لا، في شيء غير طبيعي بجد بجد، لا يستحق ان ياخذ دوري. هذا فريق لا يستحق ان ياخذ دوري، انما هذا فريق يستحق ان الدوري يروح له. هذا فريق يستحق ان الدوري يمشي له. هذا فريق يستحق ان الدنيا كلها تلف عشانه.
هي دي القيمه بتاعت النادي الاهلي. انما تقول لي الفرقه كابتن عماد النحاس ولا اي حاجه ولا الهوى. لا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نمسك الخشب كده ونصلي على النبي ونستهدى بالله. الاهلي الشوط الاول مكسر الدنيا. الاهلي الشوط الاول مستحوذ على كل حاجه في الملعب، واخد الملعب طول وعرض يا باشا، مش فارق معاه حاجه. المدرب من اول لحظه، من اول لحظه، وتفاعل مع اللعيبه وتصحيح شويه حاجات كده في الملعب للعيبه. حاجات ما نقدرش نحكم على المدرب دلوقتي، ما نقدرش نحكم على المدرب دلوقتي، ولكن تقدر تحط ايديك على بعض النقاط، فاهم؟ يعني شفنا كولر، شفنا فايلر في بدايتهم مع النادي الاهلي، يعني كانوا من اول ماتش ظهروا، من اول ماتش قالوا، وبدانا نشوف من اول ماتش. تمام. شفنا ريبيرو من اول ماتش مع النادي الاهلي، واحنا بنقول وبالنادي وبنزعق يا جماعه الخير، ريبيرو ده مش نافع، ريبيرو ده على الله حكايته. ولكن طبعا محدش سمع، محدش اهتم، لحد ما لبسنا كلنا في حيطه وشفنا ريبيرو ده، وكله شاف ريبيرو عن قرب يعني. واتفاجئنا، ما اتفاجئناش ولا حاجه. في ناس كتير وانا من الناس دي كنت شايف ان ريبيرو من اول ماتش مش نافع، وظهر بعد كده الحمد لله ان هو مش نافع خالص خالص، وجاء يعني اصوب قرار من مجلس الاداره باقالته بمشيانه، وده كان احسن قرار ياخدوه يعني. انما المدرب الجديد ده مش شايفينه من اول ماتش. ما عليك طبعا باداء الاهلي اللي هو كويس جدا، مستحوذ على كل حاجه في الملعب زي ما قلت لك في البدايه. هجوم وضغط عالي دايما مستمر، يعني فترات طويله من الشوط الاول. شفنا محمد هاني بيسجل، شفنا الجول الاولاني. يعني اداء وتسجيل اهداف كمان. تقدر تقول اللعيبه متحمسه شويه عشان خاطر المدرب الجديد، والمدرب الجديد بيبدا يحط ايديه على نقاط القوه ونقاط الضعف. فيعني مش هنحكم عليه على مستوى الاداء من اول ماتش، ولكن في شويه مؤشرات زي ما قلت لك بتقول لك المدرب ده والله ماشي في انهي سكه، المدرب ده في سكه كويسه ولا سكه على الله حكايته. لا انا شايف ان المدرب اهو ما شاء الله واقف على الخط اهو، متفاعل جدا 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 مع اللعيبه يعني، وبيدي تعليمات. مع ان كان متقال قبل الماتش ان هو هيسيب الماتش ده لعادل مصطفى يديره وعشان هو ادرى يعني باللعيبه وكده. ولكن عايز اقول لك على حاجه، هو ما قالش كده، هو قال هيحط تشكيله بناء على وجهه نظر عادل مصطفى، عشان خاطر هو ادرى واحد باللعيبه. انما ما قالش هيسيب اداره الماتش للعيبه لعادل مصطفى. ودي شايفين اهو، هو اللي بيدير الماتش، هو اللي بيدير الماتش، وشايفينه متفاعل جدا جدا جدا، وبيصلح، ومتفاعل جدا مع الماتش يعني، وبيصلح اوضاع اللعيبه وبيديهم توجيهات وتعليمات. فده حاجه مبشره جدا 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 كمدرب يعني. خلينا نشوف الهجمه دي الاول اللي راحت ما كملتش يعني، ولكن والله على يعني التقييم العام للعيبه وللمباراه، الاهلي كويس، الاهلي كويس، مش احسن حاجه ومش افضل حاجه طبعا، ولكن كبدايه للمدرب الجديد مع اللعيبه دي كويس كويس. نقدر نمنع على كده كتير قوي قدام يعني، خصوصا ان توقيت الماتش اللي بيتلعب فيه ده احنا عارفين قد ايه هو رخم بالنسبه للاعيبه المصريه يعني. ولكن خلاص خلاص الكلام ده مبقاش موجود، المفروض يعني مبقاش موجود، واللعيبه بقت بتعرف تتعامل مع الجو ده. ان احنا نشوف بقى الاداء ده في الجو ده وفي التوقيت ده، دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا. عايز بقى اتكلم في حاجه مهمه جدا بالنسبه لي يعني، هي مهمه. احسن حاجه حصلت في الماتش الان الجون طبعا، وتفاعل المدرب مع اللعيبه اكيد. ولكن احسن حاجه بالنسبه لي هنا حصلت هي اصابه محمد شريف. يعني انا ملاحظ، الله اعلم الناس ملاحظه كده برضو ولا لا، بس انا ملاحظ ان وزن شريف زايد حبتين، لا زايد شويتين، لا زايد قوي. وزن شريف زايد. تمام. اداء شريف وحش، مش وحش بس، اداء شريف زفت. احنا كنا بنلعب ناقصين واحد، كنا بنلعب ناقصين واحد. شريف فعلا فعلا مستواه لا يرتقي بان هو يلعب في النادي الاهلي.
يا راجل شريف كان بيستخبى ورا المدافعين يا راجل. نشوف بس العرضيه دي ما تمتش. شريف كان بيستخبى ورا المدافعين عشان الكرة ما توصلوش. يعني ركزوا في الهدف اللي جابه هاني كده. مستخبي ورا المدافع، المفروض هو يبقى قدام المدافع عشان يلحق الكورة. يطلع قدام المدافع عشان يلحق الكورة. هو مستخبي ورا. فايه بقى؟ ايه يا عمنا؟ ايه يا عم شريف؟ يعني انت مش ملاحظ ان انت بتلعب في نادي كبير ولا ايه؟ مش واخد بالك انت بتلعب في نادي كبير حضرتك سيادتك؟ انت المفروض تبقى فروت. انت فروت اصلا. يعني مش المفروض تبقى فروت، انت اصلا فروت المفروض يعني مع النادي الاهلي. فالمفروض حضرتك اه تبقى بتجيب اجوان. شفت موضوع سهل ازاي؟ تبقى بتجيب اجوان. اين الاجوان؟ اين محاولاتك ان انت تجيب جون اصلا؟ تحركات اللاعيبه النهارده في الملعب على مستوى عالي، انا شايف كده. شريف لا، شريف وحش قوي قوي بجد. تحركاته عايز اقول لك 10/10. تحركاته حلوه جدا. زيزو ما شاء الله عليه بيتحرك في الملعب كله. مش هو زيزو بتاع الزمالك، مش هو زيزو بتاع الزمالك، ولكن بيتحرك. بيحاول الراجل. بن شرقي بيحاول، تريزيجيه بيحاول، بن رمضان بيحاول، مروان بيحاول، ياسر وياسين بيحاولوا، كوكا بيحاول. شريف انت فين؟ انت فين من المجموعه دي؟ واحد يقول لي احمد مجرجار نازل اهو بقاله بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعه وما عملش حاجه. اوكي تمام، هو مش معنى ان انا بقول ان شريف زفت وطين ان انا بقول جراديشار كويس برضه. لسه هشوف، لسه هعرف. ولكن في اعتقادي مش هيكون اسوأ من شريف. محدش يا رجاله، محدش اسوأ من شريف. يعني شريف لو هقيمه في الشوط الاول زيرو مستريح. زيرو مستريح. بقيت اللعيبه بقى قيم براحتك، انما شريف بره التقييم. ليه؟ لانه ما لعبش. اوكي. فنتمنى يعني ان الماتش يكمل على كده، ان شاء الله يكمل على كده. والاهلي عجبني بصراحه.